استأنف الوداد الرياضي التدريب ديالو بمركب محمد بن جلون تحت قيادة المدرب محمد بن شريفة والمساعد ديالو أشامي وباقي أفراد الطاقم التقني استعدادا لمباراة سدس عشر نهاية كأس العرش 2024-2025 اللي غتجرى إن شاء الله يوم الأحد على الساعة 4 مساء بمركب محمد الخامس. التدريب جرات في أجواء إيجابية وطبعها الجدية بطبيعة الحال. اللاعبين كيبان بأنهم مرتاحين خصوصا بعد تحقيق 6 نقاط وانتصارين متتاليين أمام كل من نادي المكناسي وأمام الرجاء في الديربي اللي انتهى ب1-0. الانتصارين اللي خلاو نادي الوداد الرياضي يبقى في المقدمة على بعد 4 نقاط فقط من صاحب الصف الأول المغرب الفاسي، والانتصارين كذلك كان عندهم وقع إيجابي خصوصا من الناحية النفسية بعد سلسلة نتائج السلبية اللي كانت قبل ذلك. التدريب حضرت تقريبا جميع اللاعبين باستثناء زياش اللي عنده إصابة يمكن كتستدعي واحد الراحة ديال 48 ساعة أو 72 ساعة، والصبار اللي مازال مستمر الغياب ديالو نظرا لحساب ما يروج إصابة في الكاحل، ويمكن كذلك عرفت غياب فاكا اللي عنده شي إصابة خفيفة. عرفت حضور جميع اللاعبين خصوصا ركائز الفريق الهنوري مفيد بن عبيد أبو الفتح، ويستمر غياب بطبيعة الحال الغائب الكبير هو فيريرا اللي غيجري واحد عملية جراحية بالديار الإسبانية وبالضبط برشلونة على يد طبيب إسباني، والموسم انتهى بالنسبة ليه ونتمناو ليه الرجوع في أقرب وقت والشفاء العاجل باش يعزز صفوف الفريق إن شاء الله في الموسم القادم. مقابلة يوم الأحد مهمة جدا خصوصا أن كما قلنا هاد الكأس غابت على خزائن الفريق مدة 24 سنة، وخص الوداد مطالبة إن شاء الله بهذا الموسم ولما لا تحقيق ازدواجية، لأن كل شيء باقي ملعوب. بطولة باقي فيها عشرات المقابلات يعني 30 نقطة. كأس العرش في حالة انتصار الوداد إن شاء الله يوم الأحد على رجاء بن ملال فهو غيواجه الفائز مقابلة الجيش الملكي واستاد ماروكان. كما كتشوفوا في هذه الصور رجعت ديك الروح الإيجابية واللاعبين متحمسين، وبطبيعة الحال الانتصارات كتجيب الانتصارات. نتمنى إن شاء الله يوم الأحد يكون حضور جماهيري كبير. المقابلة غتجرى رغم أن التوقيت شوية غير مناسب، وكان يمكن فريق الوداد طالب بإجراء مقابلة مع 6 ولا 8، ولكن ماشي مشكل. جمهور الوداد عودنا أنه كيحضر لتشجيع الفريق ديالو الدفع به نحو النتائج الإيجابية في أي وقت. إن شاء الله يكون انتصار ويكون دافع للمقابلات الجاية ديال البطولة اللي غتكون مقابلات صعيبة، لأن الوداد غيجري كل مقابلتين كل أسبوع إن شاء الله. ونتمناو من هنا لآخر موسم يتوج الفريق بلقب ولما لا بلقبين إن شاء الله. ديما وداد، تحياتي لكم وشكرا على المتابعة والدعم.